محسن مار أسوأ يوتيوبر عربي. أكيد بتسأل نفسك ليش محسن مار هو أسوأ يوتيوبر عربي من بين كلهم؟ معقولة محسن مار هو أسوأ واحد؟ أيوة، والسبب هو بكل بساطة أنه ما يسوي ولا شيء صح. في جناح أغني يا جماعة، في جناح أغني، في جناح أغني، في جناح أغني. ما أدري ليش أنت خايف، ليه قاعد تهرب؟ الجني قاعد يصيح، الجني خايف منك، خايف من وجهك يا جرذ، يا جرذ، يا جرذ. كف ثاني على المايك. فبمناسبة اني رجعت المرة هذه ودي نشوف محسن مار عدوي اللدود ونشوف اذا تحسن فعلا او لسه حليمة على عاداتها القديمة. خلينا نشوف المقطع هذا، اخترته عشوائيا. لعبة الحافلة اقوى لعبة بالموبايل، لعبة مثل الواقع. كتب لعبة مرتين. لعبة الموبايل افضل لعبة في الكوكب. في هذا الفيديو اليوم راح نجرب أول مرة لعبة القطار. السلام عليكم. ليه تصويره زي كذا؟ كل شيء سيء، ما يعرف يسوي ولا حاجة صح. تخيل دحين لو أنا أبدأ مقاطعي زي كذا. محسن مار أفضل يوتيوبر في كوكب الأرض، والحين بنشوف مقاطعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، يا مرحبا. كلكم بخير وأنتم عم تشوفوا فيديو. أنا كويس، كيف حالك أنت؟ في صورة المينياتير وفي عنوان الفيديو. بهذا الفيديو جماعة اليوم راح نجرب لعبة القطار. طيب أنت بتلعب لعبة قطار، فهمني ليش الموسيقى الحزينة؟ والله للأسف الشديد. بكل سوء وأسى وبؤس أريد أنا أقول لكم أني اليوم راح ألعب أفضل لعبة بالموبايل اللي مثل الواقع. يمكن يستحق الموسيقى الحزينة لأنه هي مثل الواقع، وواقع محسن مار جدا حزين وسيء. هذا الدرع! أنا إيش قاعد أسوي في حياتي؟ معكم محسن مار بدون سبب. جاهزين؟ خلينا نبدأ. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر التنبيهات حتى كل فيديوهاتنا. فعلوا زر التنبيهات يا جماعة. لا قفل فمك خلاص، كفي. لا، هاي القناة راح تصبح قناة جديدة. ابوي ايش هذه الاصوات؟ يرحم امك. ايه، طلع المايك من روقنا. ها تكلم طول الوقت، انا ماني سامع شيء. الا يعني انا ايش بستفيد من هذا المقطع؟ الفكرة هي انه اذا انت بتنزل مقطع تحط شوية رياكشنز، ردة فعل، مو تقعد تكلم. يرحم امك، تكلم يا اخي، افتح فمك. ولا كلمة. المقطع كله باص وأصوات معدة. يعني 11 دقيقة سواقة باص. محسن ارجع، قاعد تصور مقطع، تعال. والله كان ودي اتصالح معه، انا ما احب اكون انسان. قفل فمك يا اخي. كان ودي مرة اتصالح معه، كان ودي اني ما اعيش وانا في داخلي كره وحقد على الشخص ما قد قابلته. قلت يمكن المقطع هذا ينفع. قاعد يلعب لعبة باص، هذا اكثر شيء مسالم في كوكب الارض. مستحيل يقدر يسوي نفس الحركات اللي سواها في المقطع الماضي، زي انه يألف انه فيه جن وانه راح ينقذ الأنصاري. أنا راح أنقذ الأنصاري، هي طلبت مني أن يأتي الأنصاري، وما راح يقعد يتلحس أبو فلة. أنا قلت ما في فرصة أن يكون بنفس السوء. طلع أسوأ. يعني حتى مقطع جيم بلاي ما أنت قادر تسويه. ترى أسهل شيء تسويه في العالم. أنا صاحبي ما يعرف يسوي شيء في العالم، جيب له أي شيء مستحيل يعرف يسويه، بس عنده قناة جيمينج وراح تدعس على أبو فلة وبندرت كلهم يا شيخ، كلهم. والله شكله في حد جنبي يا جماعة.
خلصت؟ اشترك له انصحك. لعبت اقدم العاب الطفولة، ذكريات. بهذا الفيديو يا جماعة اليوم راح نلعب أقدم لعبة مرت في التاريخ البشرية. لازم هو اليوم راح نلعب اقدم لعبة في تاريخ البشرية، ذكريات. اوكي خلينا يا جماعة نشرح لكم ليش أنا عم أصور بهذا المكان. ايوه بالله اشرح لي ليش انت قاعد تصور في يا الشارع. جماعة إن بدنا نغير شوي جو، يعني مو نبقى يا جماعة كل يوم نصور بالاستوديو. استوديو. قلنا نجرب نخرج نصور فيديو بالخارج. بعد الفيديو يا جماعة كما قلت لكم هذاك تسميه استوديو؟ صورة المينياتيا، يعني لعبة الذكريات يا جماعة، راح تحبونها كثير، وراح ادع لكم رابط اللعبة في خانة الوصف أول. يا اخي المقدمة هذه كلها على لعبة الحنش. خلينا نلعب يا جماعة. اقسم بالله فنان. عطا ايوه. اوكي لا لسه شغال. اوكي خذ كبير. ايوه خذ. اوه. حتى هذه ما جابها. لا يحاول يحمسك. لا يا يا لسه في الاصوات هذه حقت ما يغسل يده كذا، الوسخ كله كوتد عليها طبقة كاملة من الوسخ. يجي اقول اسكت خليني نقرا التعليقات بس. أنا ألعب هاي اللعبة موجودة بس الشكل متغير، ندعموني. مو اقدم لعبة، لا تكذب. انت صر إلي. فيرست اغنية عن ابو فلا بمناسبة وصوله الى 26 مليون مشترك. نار. يا الله يا الله. طيب خلينا نسمع الاغنية هذه. مو هو اللي مسويها، زي ما شفنا في المقطع الماضي ياخذ اغاني ناس ثانيين ويحطها بقناته. عشان كذا ابو فلا ارجوك قطرة واحدة من طفولك اريدك ان تدفل في فمي ارجوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم يا جماعة؟ اتمنى ان تكونوا كلكم بخير. فين الاغنية؟ لكم اغنية يعني فين الاغنية؟ رابط اغنية في خانة الوصف اول تعليق، روحوا كلكم شوفوا الاغنية. والناس اللي عم تبعت لي يا جماعة رسائل في الانستغرام شقول ليش ما اسكت ما في احد قاعد يرسل لك رسائل. ما في احد قاعد يرسل لك رسائل. لا انا حاقد، لا انا معصب. خليني اعطيكم للناس اللي ما شافوا المقطع الماضي، خليني اعطيكم شوية سياق عشان تفهمون الموضوع. الادمي هذا ادخل عند باري تيوب، ادخل عند ابو فلا، ابو فلا، ادخل عند بندري، ادخل عند اي بس كبير في اليوتيوب، اي شخص، انزل التعليقات. هذا اول واحد لازم يكتب تعليق في كل مكان. انا ما اقدر اجي وافكر اني اتابع مقطع اليوتيوبر عربي تمام بدون ما تجيني ذكريات. الذكريات هذه تذكرني بمحسن مار قديش هو سيء، ما هو شيء يسعدني، ما هو شيء يريحني. فعشان كذا انا معصب، لانه في كل مكان مهما حاولت اهرب من هذا بلاقيه في كل جهة. نشوف رابط الاغنية بس. في هذا الفيديو اليوم راح نقيم اليوتيوبرز العالم، يعني راح نشوفهم من محتوى الزبالة إلى محتوى يعني رابط الأغنية كان تقييم اليوتيوبرز العرب بيسان إسماعيل وأبو فلة. زبالة إلى محتوى يعني من محتوى الزبالة إلى محتوى رائع. أنا أحب هذا النوع من المحتوى، هذا محتواي أنا أصلا عادة انتقاد فقط. خلينا نشوف فين بيحط نفسه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم يا جماعة؟ أتمنى أن تكونوا كلكم بخير. ماني كويس. شوفوا فيديو لليوم. بهذا الفيديو كما رأيتم في صورة المينياتير وفي عنوان الفيديو، سوف اليوم يا جماعة بتقييم اليوتيوبرز العرب فقط، يعني من محتوى رائع، محتوى زبالة ما عنده علاقة باليوتيوب. تابعوا الفيديو من الأول للأخير لأن الفيديو راح يكون أحلى يا جماعة.
ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات تحصلكم كل فيديوهاتنا. ويلا يا جماعة نشوف الفيديو. لا نطول عليكم، أحبكم من كل قلب. كذاب ما تحبني، يمكن عشانك ما تعرفني، لو انك تعرفني صدقني ما كنتم بتحبني. جاهزين؟ خلينا نبدأ. بعد الفيديو انا ما اقدر اتعامل مع الايديتنج هذا. معكم محسن، وإذا كنتم جاهزين خلينا نبدأ. بعد الفيديو يا جماعة ليه قاعد تصور أشياء راندوم؟ معكم شوف محسن. يزوم على نفسه، بعدين يطلع من عند الوردة، خلينا نبدأ. بعدين بعد يخرج. الفيديو يا جماعة كما رأيتم في صورة أمنيات، وفي أول الفيديو لا، اليوم راح انا الاستديو حقك هذا بصب عليه كيروسين وارمي ولاعة. نقوم بتقييم اليوتيوبرز العرب. يا شباب، بمن سوف نبدأ؟ يعني بأي محتوى أو بأي يوتيوبر سوف نبدأ؟ راح نبدأ يا جماعة ايوه بمحتوى يعني زبالة. يعني محتواك. لازم يكون اليوتيوبرز بلسان إسماعيل وأنس الشيخ. يعتبر بلسان إسماعيل وأنس الشيخ من أوسخ اليوتيوبرز أو من أوسخ المحتويات باليوتيوب كله بالعالم العربي. انا تعرفون شعوري عن بيسان، تعرفون شعوري عن انس الشايب، تعرفون كم مرة تكلمت عنهم وكيف كان انتقادي جارح. كلهم احسن منك يا جرد. كله بالعالم العربي. يشبه النقي. أنا أصحى. أعتبر هاي الإجماع محتوى بلسان إسماعيل ومحتوى أنس الشيخ في محتوى زبالة، يعني محتوى زائف. محتوى زائف. انت هنا جبتني بطريقة مزيفة، انت دخلتني المقطع هذا بطريقة مزيفة. تقول لي اغنية ابو فلة، كنت ابغى انطرب، دخلت هنا فجأة اشوف الزفت ذا وارائك اللي ما ابغى اسمعها. انا ما ابغى اسمع منك رأي واحد. متى تفهم يا محسن مار انه الناس ما تهتم باللي انت تبغى تقوله؟ ما تهتم اوكي، تو جات ببالي فكرة. الكلام اللي قاعد يقوله دحين مو حقه. زي ما انت عارف محسن مار كل شيء يسرقه، فخلينا نعترف بالحق. والحق هنا هو انه محسن مار سمع يوتيوبر ثاني يقول نفس هذا الكلام وقاعد يكرره. تعرف ليه؟ انه روبوت. ايوه، محسن مار روبوت مصنوع من حديد وداخله زيوت. كل اللي يسويه هو انه يشوف حاجة بيب بيب، انه ابو فيلا، ابو فيلا يجب لحس. وهو اليوتيوبرز نور ستارز. اليوتيوبرز يعني أنا بعتبر نور نور ستارز. ستارز يعني قص الكحة، إذا كحيت قصها. أنا ترى كحيت هنا أكثر من مرة، قصيتها. ليه تسوي زي كذا فينا؟ بعتبر محتوى نور ستارز محتوى جيد، لأن نور ستارز محتوى كويس جدا. تعمل تحديات يعني في لقاءات. كمان أيوه. محتشين بالفيديوهات. أيوه. أنا بعتبر يا جماعة أن محتوى نور ستارز هو محتوى يعني أنا مصنف هاي المحتوى محتوى متوسط. أيوه. يعني مو محتوى رائع، محتوى متوسط. أيوه. يعني أيوه فهمنا إنه متوسط. راح نجي يا جماعة لثالث يوتيوبرز، وهو يوتيوبرز أبو فيلا. يعتبر محتوى أبو فلة. أنا بعتبر أن أبو فلة هو فوق جيد جدا، يعني فوق جيد جدا. بنصنف محتوى أبو فلة أنه محتوى أيوه خرافي. خرافي. شاوت اوت عبود خرافي. شوفوا لي رايكم في التعليقات، انزلوا للتحت وشوفوا لي رايكم في التعليقات، هل انا ضربت ابو فله ام لا؟ بس انا بعتبر ان ابو فله هو الذي بيقدم محتوى بهاي العالم العربي، لان انا مو قادر افهمه. انا ما عندي اي مشكلة في اني افهم اللهجة المغربية، ترى ما هي صعبة. بس هذا السالفة مشكلته ما هي لهجته، مشكلته كلامه. والله بعتبر ابو فله احد اللي يقدمون محتوى في اليوتيوب العربي. نو شيت شيرلوك اكيد ينزل محتوى، قاعد ينزل مقاطع. محسن مار انت ايش جالس تقول؟ او في ام بي سي اكشن، يعني ما عم تتفرج في اليوتيوب. انا بصنف محتوى انك تتفرج ام بي سي 2 او ام بي سي اكشن.
انا عم بصنف محتوى ابو فله. انا بصنف محتوى ابو فلا هو محتوى جيد جدا 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 جدا. اتمنى لو سوى لحس احذية ابو فله. دقيقة. ما شفت دايلر. يعني تفرجت في كل فيديوهاته. تفرج كل فيديوهات دايلر. اقسم بالله لو يمسكوني CIA ويعذبوني بجميع الطرق اللي يعرفونها. تعرف اللي ياخذون بطانية يغطون وجهك وعلى طول كذا يصبون جك مويه على راسك انت تختنق تقرب تموت. هذه لو يستخدمونها علي حق 4 أيام والله ما يطلعون معلومة اني تابعت مقاطع دايلر كلها. خبل انت. لا انا ما اعرف هذا الرجال، هذا انا ما قد شفته. نور ستار لان التفاعل ما صار عندي تفاعل اول شيء، وكان بده يستقيل من اليوتيوب واعطى كلمة للناس وما استقال. محسن مار تجربة اجتماعية. الكلام اللي قاعد يقوله هذا كله طقطقة، لأنه جميع انتقاداته كلها انتقادات تنطبق عليه هو. قال إنه راح يستقيل من اليوتيوب وما استقال، وقاعد يقول ما شفت منه محتوى زائف. أنت محتواك كله زائف يعني تحدي الضحك. إذا ضحكتني لك 100 إيش 110,000 قصدك مليون. ما أعرف أسوي شيء صح، حتى مليون ما يقدر يكتبها صح. بس الصراحة أنا قد سويت مقطع زي كذا، فخلينا نشوف من البداية. راح يسوي حركة الزوم صح، راح يسوي حركة صح، بيسويها. بهذا الفيديو اليوم راح نعطي $10. الزوم جاي من الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم يا جماعة الفيديو في أول ما طالع في الكاميرا، طالع كذا. محتوى الفيديو اليوم هو تخيل أنا أتكلم معاك زي كذا. سحب المقطع 10. شوف الوسخ، شوف الكذاب، شوف الكذاب. تحدي الضحك. إذا ضحكتني لك مليون. صورة المقطع $100. تدخل المقطع لا والله $10 كذا كل شوية ينقص. بالأخير يحول لهم تفلة في صندوق كذا يقول له تفضل هاي بيعها. إذا بعتها $10 تصير عندك $10. عليه تعادل سحب المقطع $10 وراح أعلن عن الفائزين بآخر الفيديو يا جماعة. معكم محسن مار. بالله إذا كنتم جاهزين لو إنه المايك مو خربان كان بلع له كف. كل شوية إرهابي صليل والصوارم نشيد الله ياخذك. ولازم الكاميرا كذا وي 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 وي. أنا أبغى أمسكه مع راسه، أبوس راسه أدغدغه وأخليه يشوف كل شيء كويس شافه. أخليه يشوف قديش طاولته كويسة. أمسك راسه وبعدين أقعد أطبل له وندور نرقص ونطبل. أكثر شخص يحتاج وتي مرملة. بأول مميز. هاي يا جماعة هو أول مميز. قول السؤال دقيقة إيش؟ يعني ما يكلم ناس يخليهم يضحكونه، لا يروح يشوف المقاطع وإذا ضحكته يحول 10. تحول 10 لمين؟ تحولها لهذا. هذا اللي بتعطيه 10 هذا يمكن ميت. قول السؤال تاني. شوف وجهه. محسن مار امسك $10. يعني يا جماعة الشيء ما بيضحك. لأنك قاعد تشوف صور، لأنك قاعد تسوي رياكشن للصور. أنا إذا كنت ماسك جوالي وطالع في ميم صور ما أضحك، أقعد كيف وانتهينا. مو إني متوقع مني أقراها. اوكي هاي مميز يا جماعة مغربي. يا أخي أنت إيش قاعد تسوي؟ اوكي راح نرجع شوي. اللمبة وراك خربانة يا ابن حلال صلحها. ادعت لنا صوت. ايش؟ اوكي خلينا نتابع الفيديو. انا قصدي كنت بجاهز. ما عنده تعليقات ولا شيء. خلينا نتابع.
ما بيضحك. خلينا نتابع الفيديو. ما بيضحك. Have you heard of the high Arabs؟ ما ضحك الا يوم لقى واحد من فصيلته. ها؟ اتحداك ما تضحك محسن مار. ليه تعيده مرة ثانية؟ ادفع 20 دولار. اوكي جماعة 10 دولار لهاي المميز، يعني صاحب هاي الفقرة. من اليوم سامع يقول هاي المميز. اوكي جماعة 10 دولار لهاي المميز. تو استوعبت قصده بالمميز. قصده ميمز. مميز. ما سمار اقسم بالله انك تحفة كوميدية، يمين بالله ما استوعبت انك زي كذا. انا اي مقطع يجي فيه اعرف انه اللي مسويه عقله قد كذا، قد البندق. ليش تحسب انك اذا اضفت شيء زي كذا على مقطع بيكون مقطع كوميدي او مضحك؟ ليه؟ اقسم بالله انك ترفع الضغط، اقسم بالله انك انسان انا ابغى. ما اهتم الصراحه، سوي اللي تبغاه. قال دين امك انه فوق 27 مشغول عليه. خليني بس انفر. يلا على شكلك ايه مجنون، ما يعطي ردة فعل. هذه مصايب قاعدة تصير قدامه. انا انسان بارد ترى، ما اعطي ردة فعل، قاعد تطلع مني ردة فعل على هذا المقاطع. بس محسن مار لا. شوف انا بانهي مقطع اليوم على كذا. هذا كل شيء عندي، مع السلامة. حط لايك، اشترك. والله اني خلاص انا مستهلك. اتوقع المقطع الجاي بعد 4 سنوات اتعالج من ذا.